صراحه متخيل على احلى مقاطعين في الدنيا. يلا مع بعض نعمل احلى فطار. بس قبل حاجه نسمي الله نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنجهز الفول مع بعض. نجيب الفول اهوت للفطار. بصلايه، طماطمايه للفطار، وثلاث قرون فلفل، ومعانا حزمتين جرجير. عارفين الجرجير بيبقى مفيد وصحي. تمام. ونحط بقى طبق الفول مع بعض. نجيب الطاسه عشان نحضر فيها الفول بتاعنا. احنا مش هنعمله النهارده بفلفل ولا الكلام ده، احنا هنعمله بالطريقه التقليديه بتاعتنا اللي بتبقى جميله. هنضيف له بس شرشه كمون، ده كمون على ملح على كزبره. نقلب كده. نبقى حاطين شويه زيت حار، زي زيت طعام عادي. انت عايزه احط زيت زيتون، عايزه احط زبده، براحتك، نعمله عادي. بنجيب ليمونه، تاخد نص ليمون واحد عشان الليمونه دي كبيره وهينزل ليمون يامي. بس ونرفعه بقى ايه على النار، يقعد تسخينه بسيطه مع سنه ميه بسيطه عشان نرفعه على النار. يعني سنه ميه بسيطه كده عشان ما يبقاش تقيل كده، يبقى خفيف وحلو. يعني مش خفيف قوي يعني، بس يبقى ايه حلو كده. تمام اهو. الفول بتاعنا طعمه جميل. رفعناه على النار على ما يسخن بقى. بس جهزنا العجينه، جايبين عجينه من عند الراجل نجهزوها بقى وايه ونحمرها وتبقى فاتت سخنه هنا في البيت. العجينه يعني ما شاء الله عليها. نعمليها بقى احسن ما اللي بيستخدم معاه الزيت بتاعه. هو بيبقى تقيل قوي على المعده. لما بتقليها بزيت عندك خفيف كده، زيت زيتون، زيت ذره، زيت عباد، الزيت العادي بتاعنا اخف 100 مره من زيت الراجل اللي بيعمل طعم. احنا بنشتري العجينه منه نقلوها في البيت. وهننزل بالزيت شويه زيت بقى عشان نقلي فيه الفلافل. زيت كتير قوي يعني كده. ايوه. وعلى ما يسخن بقى، على ما الزيت يسخن بقى غسلنا الخضره يا جماعه. فيها شويه ميه اهي عشان البكتيريا. نحط شويه خل. فين خل يا جماعه؟ خل. نحط شويه خل كده في الخضره عشان يقتل البكتيريا اللي فيها، مع عصره ليمونه. تاكليها انت مطمنه عيال ياكلوها ما يبقاش فيها بكتيريا. الجرجير بالذات ايه تغسليه كويس، اي خضره عامه يعني، بس عشان خاطر ايه الجراثيم كده. تمام. الزيت بتاعنا كده كان سخن، وهنبدا ايه بص الفلافل اهي. ما تمسكهاش على ايدك ولا حاجه، وهي كده ايه هشه في قلب الزيت بالمعلقه. بصي بالمعلقه، ولا هتحطها بين ايديكي ولا حاجه. بصي هتطلع جميله وهشه منك وزي الفل اهو بالمعلقه. بسم الله ما شاء الله هتطلع جميله خالص. صلوا على النبي كده يا جماعه وسموا الله. ما شاء الله عليها، ما شاء الله على فطرنا، ما شاء الله على الاكل. الحمد لله على نعمه ربنا، الحمد لله على كل شيء اهو. نحمروها بقى ونرجع. على ما الفلفل بقى تحمر شويه معانا، نجهز بقى طبق سلطه كده طرنشات جنب الاكل جنب الفطار، يبقى زي العسل. طبعا البصل عشان صحتك وعشان اولادك تاكلهم بصل في الفطار، بيبقى ما شاء الله مفيد وصحي. نكتب بقى الحاجات دي، الطماطم بتاعتنا والفلفل. مفيش احلى من البساطه والله يا جماعه، مفيش احلى من البساطه. دي هنخرط فيه البصل طرنشات كده بالطريقه دي. بعد ما خرطت البصله رش عليها رشه ملح، قلبيهم مع بعض عشان البصل يتبل شويه ما يبقاش حامي وانت بتفطري. تمام. تعمليهم كده تفركوهم مع بعض، وبعدين تشطفيهم بشويه ميه وتحطي عليهم السلطه. هتحسي ان هو اتبل شويه بقى دبلان شويه كده، بس بيبقى ما بيبقاش حامي في الفطار، بينهضم معاكي في البطن بسرعه. تمام. دلوقتي هنعمل الطماطم بقى طرنشات برده زي ما شايفين كده. قطعنا الطماطم، قطعي بقى عليهم الفلفل كده حلو كده بيحرش مع العيال. شايفه كده. رشه كمون على ملح بسيطه، معلقه صغيره يعني، شويه زيت، شويه خل بسيط. تمام. عصره ليمونه. نقول قلب 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 يا معلم، قلب يا معلم. واو تحفه. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي كده يا جماعه. دلوقتي فطرنا بقى جاهز، السلطه والفلافل بتاعتي. بس الفلافل بسم الله ما شاء الله عليها. تمام. بعملها وهشه وجميله. وادي طبق الفول اهو. بص قوام جميل بسم الله ما شاء الله عليه. تمام. الخضره بتاعتنا غسلناها كويس بالخل والملح. الجرجير بتاعنا. وايه رايكم في فطاري؟ ده كان فطاري النهارده. يا ريت تعملوا لايك وكومنت حلو منك كده، وقولوا لي ايه رايك في الفطار. تفطروا كده ولا احسن من كده؟ طبعا ده فطار بسيط وعلى قد الايد، بتمنى كل يدعمني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.